السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبروك التعادل للنادي الأهلي. أول مرة أستغرب إن الناس بتفرح من التعادل، بس تعادل مشرف. الأداء اللي قدمه النادي الأهلي في ماتش بورتو أداء مشرف. الجماهير صلحت واتصالحت مع اللعيبة. اللعيبة بذلت مجهود تستاهل إن إحنا نشكرهم عليه، رغم إن هم رفعوا ضغطنا بالفرص اللي ضيعوها، بس الأداء كان مشرف. جميع الصحف العالمية اتكلمت عن أداء الأهلي والماتش المجنون 4-4، وإزاي إن الماتش المفتوح ده ممكن يجي جون في أي لحظة هنا أو هنا، بسبب الفرص الضايعة على النادي الأهلي كتير للأسف حرقت دمنا. بس إجمالا الأداء حلو، الماتش حلو، بشكل الأهلي حلو. الفرص ضاعت أوكي، بعض اللعيبة مستواها مش كويس أوكي، لكن بشكل عام شكل الماتش حلو. يعني شوف، احنا كنا زعلانين على ماتش انتر ميامي والتعادل اللي حصل فيه، الفرص اللي ضاعت، ضربة الجزاء. الماتش ده الاستعداد النفسي للجماهير ان الماتش ده ممكن يجي منه صعود او ما يجيش منه صعود، هي حست بالرضا بالاداء، حتى لو جايب 4-4 بس بالاداء احسن بكتير من الماتشين اللي فاتوا. وسام يا شباب، وسام ابو علي عمل اداء رائع جدا. يعني ما شاء الله، بالهيد بيجيب، بالشمال بيجيب، باليمين بيجيب، اداء مشرف. ضربه الجزاء ما شاء الله، تخيل وسام برضه ضربه الجزاء بتاعت انتر ميامي كان عمل فرق كتير. احنا اللي ضيعنا نفسنا بنفسنا، اخطأنا، احنا اللي ضيعنا نفسنا بنفسنا. الفرص اللي ضاعت، الانانيه، عدم التركيز، الميس باص، كل الحاجات دي سبب عدم التوفيق اللي حصل في البطوله. اجمالا الدروس المستفاده من البطوله دروس كتيره جدا. ان المدرب اول حاجه لازم ياخد فرصه قبل البطوله يتعرف على اللعيبه وعلى المستويات. المدرب داخل البطوله وما يعرفش مستويات اللعيبه يا اخوانا، يعني ممكن 5 6 اللي عارفهم المشهورين. دليل ان هو لما اليو ديانج نزل استغرب ازاي الراجل ده قاعد الماتشين اللي فاتوا وهو نازل بديل. ده اكبر دليل على ان الراجل ما كانش عارف اليو ديانج ولا عارف مستواه. فكون المدرب داخل بطوله زي دي ومش عارف مستوى اللعيبه بتاعته، معناه ان في مشكله عنده، او في مشكله في الجهاز الاداري عموما. بس هي المشكله اكبر عنده لانه جه في وقت ضيق، ما قدرش يتعرف على المستويات دي. دي من الاخطاء. الاخطاء التانيه ان السكواد بتاعك مش كله سوبر، مش كله سوبر يناسب الاهلي، بدليل ان كل البدلاء اللي بينزلوا في الشوط الثاني الاهلي بينزل معاهم. فالناس اللي هي زي الشحات وزي قفشه، الناس ديت لازم يتشاف لها حل. يعني هيظبطوا من ادائهم ولا يمشوا؟ الاهلي محتاج السكواد بتاعه يكون مستوى واحد بين الاساسي وبين البدلاء. ففكره الفرص اللي ضيع ديت وحرقت دمنا ورفعت ضغطنا في ماتش بورتو بصراحه شيء يعني يحرق الدم. كان ممكن تخسر في اي لحظه. الله يهديه الشناوي، يعني الكوره بتطلع بره يجري يمسكها والكوره بتخش يكون بيتفرج عليها. يعني والله شيء محزن بصراحه. يعني الواحد كان حاسس ان هو في اي وقت اي حاجه هتشاط على الشناوي كانت هتخش. الجزء بتاع ضربات الثابته اللي هي من على 18 دي، اللعيبه بورتو كله كان بيحاول ان هو يشوط، بيقولوا لبعض شوط واي كره هتخش. ايه اللي حصل للشناوي؟ حسبناه ولا ايه على الاداء اللي عمله في ماتش انتر؟ الشناوي يا اخوانا متقلب، بعض الماتشات تلاقيه سوبر وماتشات تانية تلاقيه مش موجود خالص. يعني بصراحة 4 تجوان كتير يخشوا في الشناوي، على الأقل في 2 هو مسؤول عنهم، واحد اتفرج عليه من الناحية دي وواحد اتفرج عليه من الناحية دي. مش ممكن، ولا بذل أي مجهود حتى عشان يروح يحاول إن هو يشيلها. احنا نتعب لغاية ما نجيب هدف، والهدف يجي فينا 3 تجوان جم في 3 دقايق. يعني حاجة مؤسفة مؤسفة بصراحة اللي حصل ده. اخوانا حارس المرمى نص الفريق، الفريق كل ال10 دول بيبذلوا مجهود عشان يجيبوا جول، والحارس الجول بيجي فيه بمنتهى السهوله. ارجو ان احنا نعالج المشكله ديت. حاجه جميله برضو في الحاجه الجميله برضو اللي احنا بنحاول نستفيد منها، رغم السمعه الكبيره اللي حصلت في الاهلي بالنسبه للبطوله، 3 ماتشات، الجماهير العظيمه اللي كانت ماليه الاستاد في 3 ماتشات، وحديث الجرايد والمواقع العالميه. الناس دي جايه منين؟ الناس اللي في امريكا وبتشجع الاهلي وماليه الاستاد دي جايه منين؟ الحديث عن الجماهير الاهلاويه اللي في كل مكان، تحس ان انت بتلعب في القاهره ما بتلعبش في امريكا.
بصراحة شيء مشرف. الجماهير العظيمة اللي ورا فريقها بتشجعه بشكل جميل وراقي جدا. والفريق بصراحة ما أثرش معاهم، يعني كان بيلعب شوط والشوط التاني اللياقة البدنية بتنزل معاه. فبرضه دي مشكلة اللياقة دي الناس كتير ما بتتكلمش فيها، وازاي المواسم اللي كانت ملحومة في بعضها ديت أثرت ووقعت المجهود البدني عند اللعيبة. يعني شد حلو في الشوط الثاني في ماتش بورتو، لكن تحس ان هم يعني مصدقوا الحكم صفر والناس قامت نايمه على الارض انهارت من التعب. فعلا ال ال لازم نقدر مجهود الناس. من لم يشكر الناس لا يشكر الله. الناس تعبت، عندها اخطاء اوكي، بس تعبت، مرات سافرت، لعبت، اجتهدت، جابت فرص، شرفت النادي الاهلي، لعبت ماتشات جميله جدا. عندها اخطاء نشتغل عليها نصلحها، اخطاء مدرب تصلح، اخطاء سكواد نظبطها، نواقص نعدلها. الناس اللي بتضيع فرص تشوف هل مشكله الانانيه اللي بينهم دي مشكله كل واحد عايز هو اللي يجيب الهدف، عدم التركيز، تسرع، الحاجات دي كلها تتعالج. لكن ان ناس تطلع تشوه في الاهلي وتتكلم كلام مش لطيف، وانه اخر المجموعه، وانه حصلت المجموعه، وانه يعني الناس اللي بتصيف ديت يخلوهم في التصيف بتاعهم، يسيبوا الناس اللي بتشتغل تشتغل. ده رايح يلعب في كاس العالم للانديه، بطوله كبيره تشرف مصر، تشرف الاهلي، تشرف المنطقه كلها، انك بتلعب فيها وبتعمل مجهود وبتظهر وبتضيع فرص. انتجوا اللعيبه، انتجت. كون ان مفيش توفيق ده مش ذنبهم. انت ممكن تعمل كل حاجه في الكوره وما تسجلش وما تفوزش، والفريق المنافس من فرصه واحده يجيبها، يبقى انت اللي مسيطر على الماتش وتضيع فرص، والفريق المنافس تجيله فرصه يجيبها ويطلع فايز. هل ده يضيع مجهود الناس اللي لعبت، الناس اللي جابت فرص وضيعتها؟ لا طبعا. يعني الناس تعبت والناس اجتهدت والناس عملت مجهود رائع، بس نحاول احنا نعالج الاخطاء ندرسها. شوف الجناحات محتاجين، خط الدفاع كله محتاج يتغير، عندك محتاج كمان راس ولا راسين حربة مع وسام تقدر تخش بيهم تحارب في افريقيا. لكن على النواقص اللي موجودة دي، وحتى على الأقل يكون المدرب بدأ يعرف إمكانيات اللعيبة اللي معاه. يعني عندك 4 أو 5 لعيبة ظهروا بمستوى رائع جدا بصراحة، يعني بن رمضان، زيزو، وعندك إليو ديانج، وسام أبو علي. يعني الناس اللي بذلت مجهود وبصراحة يعني عملوا أداء رائع جدا. الهاتريك بتاع وسام العالمي يعتبر تاني هاتريك في نادي أوروبي. بصراحة شيء يعني مفرح جدا الأداء اللي حصل والأجوان العالمية اللي جت ديت. أي نعم طلعنا تعادل، أي نعم طلعنا من البطولة، أي نعم طلعنا الرابع في المجموعة، بس ده لا ينكر إن الناس تعبت واجتهدت وعملت مجهود وشرفت النادي بأداء رائع. العالم كله بيتكلم عنه، يعني صحف البرتغال بتتكلم على إن بورتو يفلت من هزيمة محققة أمام الأهلي المصري بطل أفريقيا. الأهلي يلقن بورتو درسا قاسيا. كل المواقع البرتغالية والعالمية بتتكلم على إنه الأهلي أدى ماتش خرافي قدام فريق أوروبي مش سهل، فريق فاز بطولة أبطال أوروبا 2004 وبطل البرتغال. إذا أنت دلوقتي مش مع فريق عادي، وإنك تنزل مش بنفس السكواد ونفس قيمة اللعيبة ولا المدرب، وإنك بفانيلة الأهلي وبروح الأهلي تبذل مجهود جميل وتعمل الاداء الرائع دوت. لا، يتقال شكرا، يتقال شكرا. عنصر التوفيق مش بتاع اللعيب، عنصر التوفيق ده من عند ربنا سبحانه وتعالى. انت بتبذل مجهود وبتروح تضيع قدام. شوف التضييع ده، قله تدريب، تسرع، انانيه. يعني في فعلا قله، يعني فعلا تضييع الفرص ده تعب اعصابنا. بس في النهايه انت لعبت وشرفت النادي الاهلي وكسبت 12 مليون دولار. يعني طلعت كسبان، طلعت كسبان لعيبه، طلعت كسبان مظاهر بأداء رائع، طلعت كسبان فلوس تقدر تساعدك في شراء لعيبه تانية تظبط فيها السكواد بتاعك، يعني تحاول تطور فيها من النادي. كسبان كل حاجه، شرفت الاهلي، شرفت مصر. الناس دلوقتي كلها بتتكلم عن الاهلي، مصر بطل افريقيا، المارد الافريقي الاحرج، بطل اوروبا.